لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. تطبيق نوزي تطبيق للتعارف، محمله 500,000 مستخدم. تقدر عن طريق التطبيق إن أنت تكتشف عالم جديد من الأصدقاء في كافة الدول، في معظم الدول. طبعا المفروض زمان كان في البرامج محترمة شوية، كانت البنت بتخش على التطبيق يعني بتعمل لها تعظيم سلام إن هي دخلت على التطبيق. لكن دلوقتي بقى البنت لازم تدفع اشتراك عشان تكلم ولد، والولد كمان لازم يدفع اشتراك عشان يكلم بنت. وانا طبعا شايف ان المليطة دي ممكن تحصل على جروب على الفيسبوك، من غير ما تدفعوا فلوس. بدل ما دمتم يعني سايبين قضية غزة وفلسطين ومش هاممكم الناس اللي بتموت وان الحياة قصيرة ومفيش فيها اي فايدة، فممكن تعملوا جروب بدل ما تدفعوا فلوس على التطبيق لان هو بياخد من الولد وبياخد من البنت. عايز تعمل مكالمة ادفع اشتراك، عايز تعملي مكالمة فيديو بس مباشر ادفع اشتراك، وهكذا. فما كنتوش تعرفوا التطبيق وإنه بيدافع عن الولد زي البنت، ودي المساواة يعني. شير ولايك وسبسكرايب.